الإخوان، تحية مرحبا بكم في فرز الأصوات. سنشارككم هذا الغضب حول ملاحظتي على الحفاوة التي استقبل بها ناكرة يمنية فقاعة من اليوتيوب، وكيف صارت النخبة المغربية وخصوصا بعض الأساتذة بدرجة الدكتوراه يعطون الانطباع على أن التعليم بالمغرب وصل حد لا يطاق من الإفلاس. أن يكون أستاذ جامعي بدرجة الدكتوراه بين قوسين، ورئيس مركز اليمامة لقراءة الفنجان وقراءة الفناجين من الرباط، دليله ومرشده السياحي. هذا شأن يخصه، ولكن نريد فقط أن نقارن بين النخبة بالأمس، زمن الأسود والأبيض، وضيوفهم. نتذكر ما كان يكتب، لم نعيشه، ما كان يكتب أول أجنبي أثار نقاشا وجدلا، وهو الأمريكي جون واتربوري جاء لي من أجل إنجاز بحث لنيل الدكتوراه حول النظام السياسي المغربي. خصص له الموضوع أمير المؤمنين، الملكية والنخبة السياسية المغربية، على ما أعتقد هذا هو العنوان. وصديقه الصحفي مصطفى العلوي كما حكى في مذكرته. ثم عايشنا خوان غوتيسلو الذي حول مراكش إلى مزار عالمي للأدباء من أمريكا اللاتينية، من إسبانيا. شاهدنا وعايشنا محمد شكري مع بول بولز في طنجة. شاهدنا وعايشنا محمد خير الدين والصحافة الفرنسيين ومدراء دور النشر الذين كانوا يكيدون عليه في راسين. أصدقاء وضيوف محمد الزبزاف في المعارف، في كافي لا بريس ومطعم ماجستيك، وكذلك أصدقاء إدريس الخوري، القاص إدريس الخوري، محمد مفتاح وأصدقائه السينمائيين من سوريا، لبنان، وكل من شاركه في دوره في فيلم الرسالة، وكيف امتدت العلاقة أن تكون أخوية وتأتي وتتوج بزيارات إلى المغرب. العديد من الوجوه التي استقرت بالمغرب، خصوصا الصويرة وأصيلة، التي بذلك الكم الهائل من المثقفين والتشكيليين صار لها حفزة على الأقل المقيمين على الشأن المحلي بسن موسم ثقافي لأصيلة. ورئيسه ربما وزير الخارجية السابق محمد بن عيسى. نتمنى أن يشرف على متحف يحمل كل توقيعات الذين وكلمات الذين يقومون بزيارات المغرب، على الأقل لتنسينا تفاهات هؤلاء المثقفين الرديئين الذين حولوا المغرب إلى مجزرة يتيمة في سوق أسبوعي بحال حد سيدي بنور، ولا خميس الزمامرة، ولا زاوية سيدي إسماعيل، ولا سبت ستايس. أسواق أسبوعية تعرفون كيف تعج بالكلاب الضالة والذباب بعد نهايات السوق، بعد فض أنشطة السوق الأسبوعي.
على أي صرنا نرى كيف صار المغرب مرتع لهذه الكلاب الضالة، تجذبه رائحة الشيشة وأنغام على أنغام الحسين الجسمي بدعوى وبإشراف من طبيعة الحال من سماسرة الشقق المفروشة، مما يكرس الانطباع السيء على المغرب أنه بلاد دعارة وبلاد سياحة جنسية. ثم صرنا نشمئز من الوجود ومن وجوه العديد من الوجوه المشرقية، منهم من يدعي من ينصب باسم جميع التخصصات كأحد السوريين له جميع الحلول لمشاكل المسلمين والأمة الإسلامية. أحد وكلاء التنظيم العالمي للإخوان المسلمين يسمى خالص جلبي، وكيف صار يتسلم شهادة السكنة من إحدى الجرائد الوطنية وينصب فيها واقي الشمس خلال فسحة الصيف. له جميع الحلول للعالم إلا مشاكل سوريا هي التي ليس لديه ربما علم أو معرفة بها. أمثال هؤلاء ومعهم النخبة التي تحتضنهم صاروا يثيرون اشمئزازنا حقيقة، رغم أننا بوجودنا نثير اشمئزاز، ولكن أشرف من أشرفهم. على أي هذا الإخوان في الجانب وملاحظتي حول ضيوف المغرب حاليا وضيوف المغرب سابقا. ثم لوم كثير وعتاب على المسؤولين المحليين في الأقاليم الجنوبية، كيف زار وزير الدفاع الإسباني السابق الأقاليم الجنوبية خصوصا العيون، وغادر كسائح عادي، لم يحظى بهذه الحفاوة، رغم أنه سيكون شاهد إثبات وسيعزز موقف رئيس الحكومة الإسباني، أو على الأقل بمعية الإعلام الهمومي الذي التقط صور وانتزع من الظاهرة اليوتيوبية أسعد الشرعي، انتزع منه استجواب. لماذا غاب هذا الإعلام في زيارة لهذا المسؤول الإسباني السابق ومسؤول في قطاع حساس وهو الدفاع؟ ثم لماذا لم يتم استدعاء أطر بوديموس وطريقه البرلماني في البرلمان الإسباني، أو محاولة اختراق معاقل البوليزاريو ومسانديهم في البرلمان الأوروبي؟ تزامن وجود التفيه والنكرة والغيلم اليمني بالمغرب مع امتناع وصد إحدى ضحايا بن بطوش في إدلاء بشهادته في مقر البرلمان الأوروبي، ولم تتلقى أي مساعدة. هذا هو الإخوان موضوع ديال هذا الفيديو، ونتمنى أن يلاقي استحسانكم بشيء من الاهتمام والانتباه، كما لا يفوتني أن أتضامن مع أحد ضحايا الهجوم لأنه انتقد وجود هذا الجبان بدون اعتذار للمغاربة. لا يهمني أن يهاجم أو كذا، فقط كان السبب بيني وبينه الذي أرفض أن يتواجد فيها حينما استصغر مكانة الصحراء ووصفها بحفنة من الرمل أمام القضية
القومية وقضية الأمة فلسطين. هذا هو الذي جاء استفزني في كل هلوسته بفعل طبعا مخزونه من القاط، أن يصف الصحراء المغربية التي تقنت علينا بغسيل الفندق بحقنا من الرمل ونتجاوزها من أجل أن نقتسم معه حبه لقضيته الأولى، قضية فلسطين، رغم أن قوميته وحتى وطنيته في هذا الاتجاه ضعيفة. لأنه لماذا لم يتكلم على الأهواز أو جزر أبي موسى والعراق ولبنان وسوريا وشمال الأردن؟ لأن هناك تتواجد إيران، وإن أشار لإيران بالبنان فحتما سيهدر دمه. وكما تنقولوا احنا قلب على حيط قصير واللي خاف نجا. مبروك عليكم أيمن الشرعي، تعس الشرعي، أو كل التفاهات المشرقية وكل الذباب الذي يفيد عليكم. فكل غريب لغريب نسيب، وبحكم أنكم غرباء عن الوطن فأكيد عزاؤكم في الغرباء وفي التافهين من حجمكم، وإلى غضب آخر إن شاء الله.